الأهلي طول عمره رقم واحد. ألف مليون مبروك لكل أهلاوي على المكسب بتاع النهاردة، وإن شاء الله من مكسب لمكسب. وعايز أقول بس كلمتين صغيرين لكل بتاع بليلة: اوعى في مرة تفكر إن الأهلي بيقع. اوعى في مرة تفكر إن الأهلي بيقع. الأهلي لو وقع مرة يبقى ليه ألف قومة. الأهلي لما بيقع ماتش، ولا لما بيقع بطولة، ولا لما بيخسر بطولة أو يخسر ماتش تعرف إن هو جاي بطوفان. ما بتكلمش كده، خلي بالك، عشان المكسب النهاردة اللي هو المكسب على المصري البورسعيدي ب4 أهداف، لا خالص والله ما بتكلمش في كده. كان ممكن جدا الماتش ده يخلص تعادل أو يخلص بنتيجة أقل من كده. لكن أنا بس بكلمك في العموم. النادي الأهلي ما بيقعش. النادي الأهلي لو وقع بيبقى ليه ألف قوم. افتكر بس القصة دي. انت بقى واقع، انت واقع، تفتكر هيبقى ليك قومة؟ تفتكر قومتك او رجوعك هيبقى بسهولة؟ تفتكر انت؟ انا ما افتكرش بصراحة. اما بخصوص تعليق عمرو اديب، تعليق رضا عبد العال على الفوز بتاع الاهلي والكلام ده، فاحنا بنجيبه يعني انت فاهم اللي هو للضحك، بس احنا بنضحك والله. سواء على تعليق ده ولا ده ولا اي زملكاوي عامة، اي زملكاوي مشهور يعني يعلق على فوز الاهلي او حتى خسارة الاهلي. احنا ما نحب نسمع الكلام ده، بنسمعه على سبيل الضحك والهزار مش اكتر من كده، انما ما يهمناش في حاجة يعني.